بس عندي امنيه انه زي هذا المجرم ما تقتله بطلقه صحيح، تجيبه تحطه في ترابيزه جد جد يعني يموت، ويموت قدام العالم ذاته قدام المجتمع الدولي، ويموت ببرود. لكن يموت كيف؟ تجيب زوجتك ان شاء الله بفيديو كول تشهد انه والله الزول ده قتل مره مجنونه. يا اخوانا الزول ده عمل، الزول ده يجيبوا محكمه عسكريه ميدانيه في الميدان، جيبوا اعلى رتبه عندكم في المتحرك الاسره، جيبوا خطوا في ترابيزه، جيبوا الزول بشعيرات ده خطوا قدامه يتحروا معه، يا زول انت عملت كده؟ عملت كده، لا عندنا شهود فلان وفلان وفلان. تجيبوا تخطوا في شجره تدي 150 طلقه تفضي فيه 10 خزن قدام العالم كله انه الزول ده تم الحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص للجرائم اللي ارتكبها. والجرائم هي الجرائم الاتيه: قبض نسوان مدنيات، عذب نسوان مدنيات، شال فديه من نسوان مدنيات، قتل نسوان مدنيات بشهاده الشهود. الكلام ده يتم وتتفرغ فيه 50 قدام العالم كله مش قدام المجتمع الدولي. اعملوا الكلام ده بعد ذاك لا في جريمه في مجتمع دولي ولا في جريمه في مجتمع محلي، ولا انت ضميرك ذاته حيكون مرتاح جدا بالمناسبه. تجيبوه تحاكموه ان شاء الله في 5 دقائق. المحكمه العسكريه دي اصلا ما بتاخذ لك اكثر من 10 دقائق ربع ساعه، وما تكون محكمه صوريه. جيبوا المره دي بالتلفون فيديو كول، يا زول هذا الزول عمل شنو، عمل 1 2 3، في شهود ثاني فلانه فلانه جيبوين تشهدوا بالزول ده عمل كده، ايوه انتهينا. طوال حكم بالاعدام رمي بالرصاص، بعد ذاك تمشي تنفذ فيه الحكم. بس ما يعذبوا، هو ناس عذبوا ده ان احنا ما ناس تشفى اصلا، ما تعذبوا طوال تفرغ فيه الخزنه بتاعتك كامله يا زول، وربنا لا يرحم ولا يرحم اي جنجويدي. ده رايي عشان لا يقول لك مجتمع اخي زي يقول زلول، لك قتلت. قول لهم ده مجرم بتاع حرب تم الحكم عليه بالاعدام. تديه ترصوا نار كده لما الله يغفر له، تصوروا وترفعوا للميليشيا بتاعتهم دي. اللهم زوجكم ده احنا قتلناه لانه مجرم ولانه عمل 1 2 3 4 قتلناه. السلام عليكم. له نفاق إعلامي، أي نفاق على مستوى الإعلام وتضليل على مستوى أخوان على أساس إنهم يا أخي يتلوهم. فأنا لو ما كنت داري أو لو ما كان زوجتي رسل لي سكرين بتاعت الزول ده، ولا أنا ما كنت بعرفه. أنا زوجتي قال لي يا أخي زول أنتم مسكتوا زول، لا هو يا مسكانا إحنا ديل ذاته ده الزول الوحيد. فمعناه هو مسؤول من اسر اهلنا. احنا بقول نساء السودانيات، انا ما بشوفها انه مثلا 85 مره ده ما بشوفه انه مثلا نساء فاشل فقط. اي امراه سودانيه، اي مراه سوداني على مستوى السودان الزول ده مسؤول منه، مسؤول من اي انتهاك حصل على مستوى مرة السوداني. فالزول ده هو الانسان الاساسي والاساس ذاته المسؤول منه. في ناس، في بنات كتير جدا زمن السقوط تقريبا وصل بهم واحدين لنيجر، واحدين لنيجيريا، واحدين لمناطق كثيرة، واحدين حتى باعوهم على بقروش، واحدين دفعوا فيهم قروش على اساس انه يشتروا لناس. ده كلهم حرمات منهم، حرمات بالنسبة لنا احنا، حرمات حقتنا. وزول لا والله العظيم يعني انا شخصيا نبرد قليب الشعب السوداني. انا ما عندي اسير في حياتي ده، الله من ما خلقني لا بعرف اسير ولا بعرف معصور ولا بعرف ابن الحرام. بيعرف الزول الشايل بندقية ده ادوي انا. الزول اللي طالما انت مش اثرت انا زوجتي انا شخصيا معك ده، واثرت معك قرابة كم امرأة سودانية اثرتم، فانت الان وقعت في يدنا. وهدية بالنسبة لي هدية واحد واحد ده معناه يعني هدية بتاعت راس السنة الجديدة. وشكرا مشترك والله ما قصرته. وانا والله اديني 5 يوم 6 يوم من ظنون وتلقاني انا في لايف مع الزول. هدية بالنسبة لي جا لا نعرف مجتمع دولي، لا نعرف مجتمع بري ولا مجتمع داخلي. فتهيأ لك اخوي عثمان، وتهيأ لكل المشاهدين، اي امرأة سودانية بس تحقق جاك والله يا اختي. ما تنزل وما تكفي المايك. اول حاجه تحيه لك. انا داير الناس تحيه تشوفوا الزول ده بيحكي بثبات كيف، يعني سبحان الله زول اهله اسرى وهو بقاتل. الطريقه اللي بيحكي بها ذاته هجين زي بيونس فيك كده حصل له والله عيد راس السنه واحنا مشينا. ده ما برود، ده ثبات بالمناسبه. انا ما قادر اتحمل، يعني انا بسمع انا بتخيل في قصه ما قادر اتحمل يعني، ولو حكيتها ما بقدر احكيها الا ابكي. والبرود اللي بيحكي بيه والمرونه اللي بيحكي بها دي بالمناسبه ده ثبات. ده ما برود، ده ما زول قلبه ميت، ده زول ثابت. لمجرد انه زول بيقاتل وعنده جزء من اسرته زوجته، ودي ما اسيره، دي رهينه. الاسير ده زول شايل سلاح، زول شايل السلاح ده انت قبضته ده اسير. لكن نسوان ساي طلقت انت لمين دي الرهاين، دي جريمه حرب. الاسر ما جريمه حرب.
لكن العملهم دي جريمه حرب، لانه ديل نسوان تمسكهم، ديل رهائن مدنيين. الاسير ده زول شاي سلاح، فاسل مسكوهم ديل زوجتك ربنا يديها العافيه، والشهيد اللي قتلوه والناس ديل كلهم ديل ما اسرى، ديل رهائن. دي جرائم حرب، انك تقبض لك نسوان ساي كده وتاخدهم، ديل ما اسرى.